يكرر الفوز على المدرب مزياني غيلا. هي كرة أولى لصالح الاتحاد. نسيم سرير تألق، مازال مكلوش معاوية التسديدة. تألق نسيم سرير، ولما أقول بأن مكلوش هو الذي ضيع، ربما فعل اللازم، ولكن سرير كان حاضر وادي هذا التدخل من جانب فريق. ولكن كان نوع من الانانيه من طرف اللقطه الاولى كانت لقطه جيده جدا، ولكن في اللقطه الثانيه اعتقد نوع من الانانيه، لان شوف ما كان حتى النظره تاعو كانت متجهه الى الكره، ما رفعش حتى الراس تاعو باش يبحث على حلول تاع الزملاء تاعو. اذا كان فكر باللعب الفردي اكثر من الاعتماد على الزملاء. فهم بوعزة تسديداته قويه ايضا، لكنه يفضل التريث قليلا. فتح اللعب، هي كره جميله وصعبه وخطيره. فارس حميدتي لحد الآن لم يجد ضلته ولم يتمكن من الوصول إلى شباك الخصوم إلى حد الآن، إلى حد الجولة. تمرير بوعزة كان تمرير ذكية، كان بدون حراسة، ولكن الآخر عائد لصفوف الشباب بعد أن تعرض لعقوبة. خوالد نصر الدين يفتح اللعب على الجهة اليسرى، أن يوجد محمد يخلف يتحصل على الكرة، يعود إلى الخلف، أن يوجد فهم بوعزة، ثم مكلوش معاوية تعود لخالد الموشية. التوزيعة الظاهرية الجميلة للقالاية، كرة صعبة وخطيرة ولكنها بعيدة فوق قطار مرمى الحارس نسيم سرير. أساء التقدير بالنسبة لنقال في اللقطة هذه، كان ممكن عنده الوقت التام للمراقبة الكرة، أو مهنما لا تسديدة ولا تمريرة. شوف يشاهد اللقطة، ما يبذلش مجهودات كبيرة باش يبحث عن الحلول المتوفرة، ولكن في الحل الأول يبحث دائما إذا وجد حل. الحل الأول يقوم بالتمريرة أو بالتسديد، ولكن كاين الحل بالجهة اليسرى في اللقطة هذه لم يستغله اللاعب مكلوش. هاي الكرة الأخيرة توفيق من إسلام سليماني، فعل الصعب. شاهد كيف روض ترويض جيد بالنسبة يسجل. لا يريد أن أن يلدغ من الجحر مرتين، لأن فريق اتحاد الجزائر في مباراة الذهاب فاز على الشباب بهدفين مقابل 0. هنا أشربة القبائل 3-3-3-1، وبالتالي تفضل لها سيد مزيان إيغيل، وممكن أعطى تعليمات ليخلف ومفتاح باش ما يتركوش المغامرة فعلا، وما يتركوش الفراغات في المناطق تاعها. فعلا إلى حد الآن النتيجة 0 مقابل 0. ليس هذا ما كنا نتمناه، كنا نتوقع أهداف في هذه الشوط الأول على الأقل. قدام نور الدين فرحات زين الدين وزناجي نوري، ولا انطلاق على الجهه اليسرى من مكلوش معاويه. في اللقطه هذه ما كانش مسانده تماما. فعلا التسديده. للمره الاخرى مكلوش يعتمد على اللعب الفردي اكثر، وزد على ذلك ان في اللقطه هذه بعد هذا الخطر وكانت فرصه هدف محقق لصالح الشباب. شوف الشيء الجميل ان اللاعب سليماني يخرج من المنطقه تاعو ويساند. شوف يعني في اللقطه ساند الزملاء تاعو في وسط الميدان، ويرجع شوف التسديد ويرجع يطلب الكرة باش يسدد. يعني المشاركة تاع سليماني لحد الآن بفرصتين خطيرتين تألق فيها الحارس لامين زماموش. يعني كل فريق استسمعك توفيق، يعني كل لاعب من اللاعبين لامين زماموش من جانب الفريقين. قال ثم ينطلق نقال، يجي فهم بوعزة ما فيش وضعية تسلل من جانب مكلوش معاوية، يحتفظ بالكرة مكلوش. هل يفضل الحل الفردي؟ التسديدة من مكلوش او في فارس حميدتي، فارس حميدتي قضى كامل وقته بتسديده رائعه. اليوم هي مباراه المحرك بدا يتحرك يا بلال فعلا. المباراه بدات الان يعني فعلا منذ حوالي 5 دقائق. نعم. العاصمه راه يستعمل الهجمات السريعه اللي تمثل في لمستين 3، لان جبد لاعب عمور اعتقد بالقميص تاعو. فعلا خالد الموشية في حديث مع الحكم امال نذكر بان هو يقول ان المقابله على المباشر تلفزه. فعلا هو يعني المباراه فريق شباب بلوزداد، ولكن اتحاد الجزائر وكذلك تزيري بلال. والتسديده القويه من اسلام سليماني يلعب في مباراة ويؤدي في دوره كما ينبغي، يتحصل على الكرات، يفعل ما يشاء، يسدد، يباغت، يهدد، ولكن إلى حد الآن الكرة والفرص بعيدة المنال من شباك الحارس لامين زماموش. في عمق دفاع تصعب عليه الرؤية. نشاهد اللقطة فعلا ونعطيه رأينا الشخصي. أعتقد أن فيه نوعا ما تدخل. الصورة توضح
كانت فيه رجل مقدمة، رجل مقدمة لم تلمس اللاعب بوعزة. التدخلات من حكم المباراة مختار أمالو، الصور رائعة يصنعها أنصار فريق شباب بلوزداد على المدرجات يريدون الهدف. خروج مكلوش أعتقد. نعم بلال. بوعلام محمد. نعم مكلوش كما قلت يعني صح، دخول بوعلام محمد وخروج مكلوش معاوية. كان منتظر يعني بعد نهاية الشوط الأول يعني كنا شفنا بالمدرب سيد ميزانيغين كان يتكلم مع بوعلام، حتى كان يقدم له تعليمات اللي تخص الشوط الثاني. فعلا حتى المردود بالنسبه للاعبين الاثنين اللي كانوا يلعبوا في الرواق بالنسبه لمكلوش. الفريقين على سلم ترتيب الرابطه المحترفه الاولى يحتم عليها انها ما تغامرش. ما زالت الكره لصالح الاتحاد وتدخل فارس بن عبد الرحمن. ما زال الكره لفرحات، التسديده القويه لفوق اطار مرمى الحارس اسريو. في اللقطه هذه نوعا ما اللاعب فرحات تسرع. نلاحظ في اللقطه ايضا ما كانش يبحث، كان النظره تاعو في دوره على ارضيه الميدان الا وهي استرجاع الكره على انطلاق من الحاميه. بوعلام ما زال يحتفظ بالكره بوعلام، ولكنه يفضل فرحات يعود الى الخلف. خالد الموشيه يفتح اللعب على الجهه اليسرى، يخلف الان خالد الموشيه هو الاخر، وجه له المدرب الوطني الدعوه للمشاركه في لقاء غامبيا. خالد الموشيه تعود له الكره، موجود في كل الكرات وقريب من كل اللقطات. شاهد خالد الموشيه يفتح اللعب على الجهه اليسرى، يخلف، ما زال محتفظ خالد. الان يضطر الى العوده الى الخلف، ان يوجد خوالد نصر الدين يطلب الكره فهم بوعزه، توصلوا هذه الكره. من ياتي؟ خالد الموشيه، ولمن اللي يخلف؟ الان فهم بوعزه تحت الازيد هو خوالد نصر الدين، ولكن حذاري ان تخطئ امام مكحوت الذي يواصل الضغط. Qui a failli surprendre la défense du CRB. On voit ce centre de Meftah. Juste le contrôle de Hamiti et le tir de Bouchama. C'est ça. Il a une belle frappe, Bouchama, malheureusement ici, n'a pas pu l'ajuster. Et Slimani. Benadjia, attention, il rentre dans la surface de réparation. Benadjia et corner. C'était dangereux. Il voulait transmettre ce ballon à Rabih. Il avait hésité à trouver la bonne solution. Cette hésitation de fraction de seconde. Et le corner qui est vite joué là par Rabih. Attention, est sorti. Bonne sortie de Zemamouche qui capte ce ballon sans problème. Fahim Bouazza. Fahim Bouazza. Ah, il est retenu par le bras à Abdet. Et coup franc. Coup franc, dit monsieur Amalou. Qui essaie de le transmettre. Attention à cette frappe. Peut-être là. Qui va échouer dans les bras de Oslir. Oh là là, que c'était chaud. On peut dire que la réussite n'était pas du côté de l'USMA. Et on le voit sur le visage de Mzianiri là. Le ballon ne voulait pas rentrer. Et Oslir, il était pour quelque chose. Et c'était on va dire on voit ici doigt de... sur le tir où Oslir pousse le ballon. Il y avait aussi, je pense, Abdet.